السلام عليكم. ترند البيض ده مكسر الدنيا بقاله يومين. يلا كده نجربه ونشوف الطعم والشكل هيبقى حلوين زي ما احنا شايفين كده ولا هيكون في كلام تاني. نقول بسم الله. معانا هنا هو عمل في الفيديو 20 بيضة، فاحنا هنخلينا وسط كده، فانا هعمل 7 بيضات. هنا بقى كسرت كده 7 بيضات في صينيه ودخلتهم الفرن، وزي ما احنا شايفين ما خدوش اقل من 5 دقايق بالظبط، كانوا استووا كده زي البيض المسلوق. هنا بقى هنزل بيهم في الكبه. زي ما احنا شايفين البيض مستوي خالص، يعني مش ني، البيض مستوي كويس جدا زي البيض المسلوق. هنزل بقى بالبيض بالكميه بتاعتي كلها. انا هنا عملت 7 بيضات، وهنزل عليهم بقى بباقي المكونات اللي هو استخدمها. معايا هنا فلفل اسود وملح وتوم صحيح، ومعايا عصرة ليمونة، ومعايا زيت زيتون، وكمان مستردة. دي كل المكونات اللي هو حطها في الفيديو في الوصفة الأصلية، فاحنا هنعمل زي ما هو عمل بالظبط. هنضرب بقى البيض ده كويس جدا علشان القوام بتاعه يكون كريمي زي ما احنا شفنا. هنا حسيت ان هو مفرفت شويه، فحطيت كمان شويه زيت، بس ما جمش اكتر قوي يعني غصب عني نزلوا. فهنا بقى زي ما احنا شايفين بعد ما اتضرب كويس جدا بقى قوامه كريمي، شكله مش بيض خالص، هو زي السلطات اللي بتتقدم كده في المطاعم، سلطة الحمص والسلطات دي. هو بيوريه قوي ناعم وشكله تحفة، يعني بصراحة شكله كان حلو قوي. فاحنا هنجرب بقى الطعم ونشوف هيكون كده زي الشكل ولا ايه. هنا بقى انا زينت كده بنعناع، ممكن تزينه طبعا ببقدونس بكزبرة بأي حاجة. هنا بقى كده هفرد منه كده وهندوقه ونشوف الطعم عامل ازاي. انا هنا كده هدوقه مع قرص طريه كنت عاملاها، هنزل لكم الفيديو بتاعها، تحفه في الاكل بجد، طعمها خطير احلى من التوست. هنا كده فردناه، وعاوزه اقول لكم يا جماعه ان الطعم بجد بجد يستحق التجربه.